اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بسجل فيديو كده اسلم على الناس. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الحاجات الجميله دي، صينيه السعاده اما بيقولوا عليها. والله العظيم كانت اكله تحفه. دي معايا جبت ايه بقى؟ الكرشه والفشه بتاع الخروف. ناس عندنا كده في الأربعين في السويس بيذبحوا خرفان بس. رحت جبت الكرشه والفشه، وعندي يجي نص كيلو لحمه راس كمان عندي في الفريزر، وغسلتها طبعا بالليمون والحاجات دي، وهنسلقها اهي، وجزر وحبهان وورق لورا وحبه فلفل اسود بس، وكفايه كده عليها، وهسيبها ايه تتسلق بقى مع نفسها. هي ما خدتش يعني ما شاء الله نص ساعه، بس بجد تحفه. انا ما بحبش يعني الكرشه والحاجات دي، بس بحب الحاجه بتاع الضاني. ومعايا بصلايه وفلفل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنعمل ايه بقى؟ انا بعمل ايه دلوقتي؟ انت عارفه ان انا بفتكر معاكم الفيديو بعمل ايه؟ انا بعمل كفته. اقسم بالله انا قاعده افتكر عملت ايه، لان الفيديو ليه اسبوع. دي حته ليا ضاني، اللي هي الديل بتاع الخروف اللي ما يعرفش يا جماعه العرب. ومعايا ربع كيلو لحمه مفرومه، وبشرت بصلايه وقرن فلفل. بعمل كفته. انا بقول انا بعمل ايه، اقسم بالله معلش. وهضرب بقى كله كده في بعضيه، عشان دي هنعملها كفتة، وهنشوف هنعمل ايه، وانا معاكم خطوة بخطوة عبال ما تتسلق الفشة ولحمة الراس. تمام تمام. هنشوف الأكلة الجميلة دي، أنا نفسي أعملها من بدري، بس هي ايه بقى، للأسف الدنيا غلا، إن كانت ناقصة طحان وقلب، بس طبعا الحمد لله والشكر على كده، يعني حلو قوي. حلو قوي كده، الحمد والشكر لله يا رب. وحطيت له معلقة بقسماط وحبة بهارات كده، ملح فلفل بابريكا، شوية كزبرة ناشفة، بشرة كده خفيفة من جوزة الطيب. وهنعجن الكفتة بتاعتنا بقى ايه، ندخل كله ده في قلب بعضيه كده. والبتاع اسمه ايه ده اللي انا لابساه في ايديا، كل شوية يطلع من ايديا، بس لازم البسه كده في الكفتة بالذات. ان شاء الله لما انزل كده ابقى اجيب من التاني اوعى تقع يا حبيبي. بسم الله عليك. المنبه بيرن يا ماما. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عجنت الكفته وحطيتها في التلاجة شويه. بعد كده كانت الفشه ولحمه الراس استووا. وهنعمل معاكم الكفته اهي ايه، ما شاء الله زي الفل. وادي الفشه ولحمه الراس وماما لك تقطعهم. في ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ مالك؟ استنى عشان بسجل فيديو. قلب تيتا، قلب تيتا، انت قلب تيتا. والله والله انا بموت فيك. اوعى تقع طيب. بس هنعملها كور صغيرة كده ايه، اقل من الليمونة يعني، مش كبير. بوريكم اهو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امالك ايه قاعدة جنبية على الترابيزة، هتقطع الفشة واللحمة والحاجات دي شرايح. بالله عليكم تتفرجوا على الفيديو ده جميل، ويعني انا عايزة اعمل الاكلة دي من بدري، انا بحب الحاجات دي. وما صدقت بقى ايه، جبت وعملت، يلا نويت. بس هي كانت عايزة طحان، بس الطحان غالي قوي. فكده حلو رضا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اهو انا بعمل الكفتة، وهي بسم الله بتقطع الحاجات دي. بس خلصنا دي بقى حتة ليا برضو كده عشان تدي الريحة الجميلة. هشوحها كده بس كده وهطلعها، عشان احنا من العيال مش بيحبوا الحاجات دي. واحط حبة سمنة، لو عايزة تحطي حبة زيت ذرة، زيت نظيف حطي، بس ده تدي الريحة بس يعني. لا اله الا انت سبحانك اني كنت بالظالم، ان انا حطيت بس معلقه سمنه، هي مفيهاش سمنه كتيره وخفيفه يعني، ما تقوليش. ده هما دول المعلقه دول كده شربوهم في التحمير، وكانت حاجه جميله جدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معايا ايه بقى؟ معايا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا نص كيلو كبده مقطعه مكعبات، هشوحها كده موقوكه.
هي انت وابنك روحوا امشوا، كل شوية اطردهم. بطل يا انت وابنك بالله عليك. بس وهديها بشرة فصين توم كده ابشرهم عليها، حبة فلفل اسود وحبة كمون وحبة ملح صغيرين، بس مش اكتر من كده. وهنشوح الكبدة كده لحد ما تستوي، لان انا معايا بقية الحاجة مستوية، وهنشوف هنعمل مع بعض ايه. لا اله الا الله ولا حول. التلفزيون يا انا نسيت التلفزيون فيه، صوته طالع على فكرة في الفيديو. لا اطفيه بقى خالص. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا يا منك ولا من الناس اللي قدامنا الجيران، ولا لا منين ولا منين يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي الكبدة بدأت تاخد لون، وانا هحطها على جنب كده عشان هبدأ اعمل بقية حاجتي. يعني هنزل البصل، بصلتين كبار كده، هما دول بصلتين بس على فكرة. بس يا مالك، لا لا لا، بعمل ايه بجد؟ في ايه النهارده؟ بس شوحنا البصل كده، واحطه برضو على جنب، وهننزل الكفتة نديها برضو تحميرة. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ والله العظيم الحاجات دي بيعملوها في العيد الكبير، بس انا قلت لسه استنى العيد الكبير وانا نفسي اعملها. يعني عندي ربع كيلو لحمة مفرومة حمرته، عندي نص كيلو كبدة زي بعض. هي مكلفة شوية، بس كمان لما حطيت لها طحانة تبقى مكلفة اكتر. بس كناها يعني بجملة ما لا يجي العيال عندي اكناها. ولو كنت هتجيبي لحمة ولا كنت هتجيبي فراخ، كانت هي نفس التكلفة. وبعد كده شوحنا الكفتة، وبعد كده حطيت بقى اللحمة بتاعتي والفش، وهنضرب كل الدنيا دي ببعض. هو كده كله مستوي، خلي بالكم. بس كده كله هنقلب كل حاجة ببعضيها كده 10 دقايق على البوتاجاز، ونحط حبة فلفل أخضر، والموضوع خلص وكانت تحفة بجد. يعني ما شاء الله، يعني اتغدينا احنا والعيال، وتاني يوم فضل والله اتغدينا منه برضه. عملنا سندوتشات، ما عملناش جنبيها غير طحينة بس، وسلطة بلدي، ده حبة برضه فلفل، بس كده. وجربوا بقى الصينية التحفة دي، وما شاء الله عليها كانت جميلة جدا، وألف هنا وشفا للي أكل. أنا مش بعمل أكل كتير كده ولا حلو لما بيجوا عندي ولادي، يا جماعة مش بعرف أكل حاجة من غيرهم. إيه رأيكم بقى؟ ربنا يخليلكوا ولادكم يا رب، ويخلي لكل الناس ويدي اللي محروم. والأكل كده خلص وبدأنا نتغدى. أنا حطيت على قدي بس، على قد 3 أنفار كمان، ما شاء الله الصينية كانت ملاك. وعملنا بقى سندوتشات، وماما مالك واقفة جنبيا وأنا بعمل السندوتش ده، وتقول لي هاتيه، بس أنا أكلت، ما حدش خده. اهو بصوا ما شاء الله. وعملنا بقى جنبيها سلطة طحينة وكده، بس ما شاء الله هي مش محتاجة والله بحبة الجرجير دول، انسي. سلام حبايبي، شوفوا لي الفيديو، اشتركوا لي في القناة، فعلوا الجرس يوصلكوا كل جديد. ربنا يبارك فيكم.